حاجة واحدة مضمونة ممكن تخسرك كل فلوسك. لو حبيت تستثمر في أي مجال وغمضت عينك عن النقطة دي، أنا بضمن لك تخسر فلوسك 100%. إيه هي الحاجة دي؟ هي نظرية العرض والطلب. لو دخلت أي مجال تستثمر فيه وكان العرض أكتر من الطلب، دي نقطة تخليك تبعد وتهرب من فرصة الاستثمار دي. ولو دخلت أي مجال وكان الطلب أعلى من المعروض، أكيد هتنجح في استثمارك. وخليني أضرب لك مثال سوق عقارات دبي، لأن ده السوق اللي أنا بفهم فيه ومجال عملي فيه. أنت عارف إن دبي فيها عجز في الفيلل والتاون هاوسز بنسبة تعدي 60%. المشاريع المعروض فيها تاون هاوسز وفيلل في دبي قليلة جدا، وعشان كده دايما الطلب على التاون هاوسز والفيلل أعلى بكتير من السبلاي. والدليل إن أسعار الفيلل في دبي زادت بنسبة 300%. كل المشاريع، هات لي مشروع واحد فيلل وتاون هاوسز أسعاره ما زادتش 300% من يوم الطرح لحد بعد التسليم. واكيد لو انت ساكن في دبي او تعرف حد ساكن في دبي ممكن ياكد لك المعلومه دي. اكيد انت شايف الطلب الزياده على الايجارات، والطلب الزياده والمتزايد دايما والمتسارع على الفيلل والتاون هاوسز. الايجارات هي كمان زادت 300% في الفيلل والتاون هاوسز. ملخص الكلام، محتاج تعمل ارباح كويسه، محتاج تنجح باستثماراتك، لازم يكون معاك بروكر شاطر، لازم تختار الفرصه الكويسه. محتاج معلومات زياده؟ تواصل معانا، اعمل لايك وفولو، وانتظر الفيديوهات اللي جايه.